السلام الأحباب. أتمنى من الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. الله يعطيكم السعادة والهناء ويمتعكم بهم ويقرب لكم كل المسببات ديالهم، والله يبعد منكم التعاسة والشقاء والأمراض ويبعد منكم كل مسبباتهم يا رب العالمين. شكرا للناس اللي كيتبعوني واللي كيدعموني دائما واللي كيحفزوني بتعاليقهم الجميلة واللي كيدعموني سواء ماديا أو معنويا. جزاكم الله عني كل خير. شكرا الناس اللي قدام معايا، شكرا الناس الجداد اللي التحقوا بالقناة، شكرا لكم جميعا إخوات وإخوة داخل وخارج أرض الوطن. وكيف العادة وقبل ما نبداو القصة ديالنا، ارتاحوا في شي بلاصة وعملوا الكيت في الودينات وحاولوا تخيلوا معايا وتعيشوا أحداث ومجريات هذه القضية ديال اليوم. القضية ديال اليوم اللي العنوان ديالها يديرها الكاس. في مدينة واتزم في واحد الصباح جات المقر ديال الشرطة المغربية واحد السيدة ومعها الزوج ديالها. هاد السيدة كانت طويلة عامرة زينة، والزوج ديالها تو كان طويل ولكن كان رقيق بزاف. هي باينة عليها قوية الشخصية عكس الزوج ديالها، حيت ملي دخلوا الكوميسارية وقعت واحد الواقعة واللي بينات بأن هي شخصيتها قوية عليه. قلنا هاد الناس دخلوا عند سيد العميد، وهذيك المرأة واللي عرفات على نفسها باسم السعدية قالت بلي هما جايين يتقدموا بشكاية ضد واحد السيد كيسكن في نفس الحومة ديالهم وقريب شوية من السكن ديالهم، يعني هو ساكن في الزنقة اللي من وراهم. وفجأة تدخل زوجها وقال بلي هذاك السيد كان خدام عندهم في الدار. وهنا تدخلات هذيك السعدية وشافت واحد الشوفة خايبة وقمعاتو امراتو باش يسكت ويخليها تشرح للبوليس القضية. قالت بلي هذاك السيد اللي هو من سكان حيهم كان هضر معاها على البنت ديالها. هاد البنت ديالها اللي عندها 19 سنة خدات الباك ديالها ومازال ما لقات حتى شي خدمة. وقالت هاد السعدية بلي هما وافقوا على هاد الخطبة الغير رسمية وطلبوا من هذاك الشاب واللي غادي نسموه سعيد باش يجيب والديه ويتقدم لبنتهم باش تولي هذيك الخطبة رسمية. ولكن كيف قالت هي، ولكن هو بدا كيتماطل اليوم الغدا السيمانة الماجية الشهر الماجي، والجيران والناس غادي يبقاو يشوفوا فيه خارج وداخل ما جاتش. وملي زيرات معاه كيف كتقول هي، يا إما يجيب والديه يا إما صافي ينسى هذيك الخطبة الشفوية. ولكن هو باين ما فراسو معقول وباغي غير يتفلى ويضحك عليه، يضحك ليها على البنت. وداك الشي حتى ملي سولوا عليه مزيان لقاو غير سكايري ونشايطي وقصيري. وهذيك الساعة طلب منه باش ينسى البنت ويشوف ليه شي وحدة أخرى بحالو. السيد العميد استمع لها حتى كملات، عاد سولها على الاسم ديال هاد الشاب والمهنة ديالو والعنوان اللي ساكن فيه. السيدة السعدية عطاتو اسم الشاب وقالت ليه باللي هو سميتو سعيد وكيعمل معلم صانع ديال الرخام وكيسكن في الزنقة اللي مورا الزنقة اللي ساكنين فيها هما. خدا منها السيد العميد هاد المعلومات وقال لها باش تمشي حتى يستدعوها وباللي هما غاديين يقوموا باللازم. مشات هذيك السيدة السعدية والزوج ديالها اللي سميتو السي علال ورجعوا للدار ديالهم، وعطى السيد العميد الأوامر ديالو باش يجيبوا هذاك الشاب سعيد مور الرخام يستمعوا ليه. وبالفعل النهار الاخر ومع الصباح مشى عنده واحد المفتش ديال البوليس وسلموا واحد الاستدعاء بالحضور لمقر الشرطة. وبالفعل داز غير واحد شويه ديال الوقت هو يجي هذاك السي سعيد الكوميسارية. تفضل ودخل عند العميد، وملي سولوا اش بينه وبين السيدة السعدية والسي علال وبنتهم واللي ساكنين في العنوان كذا وكذا الزنقة كذا، قال هاد السي سعيد وكان كيتكلم بكل ثقة في النفس وبطريقة ثقيلة ورزينة، قال باللي هو معلم ديال الرخام وكيسكن قريب من هادوك الناس، وباللي هو في اول الامر كان خدام عند هادوك الناس دوز عندهم شي 15 يوم ديال الخدمة، حيت صايب لهم بزاف ديال الحوايج، شي حاجة في المطبخ، شي حاجة في الجناب ديال الصالة، في الحمام، شي حاجة في الدروج،
قال بلي هذيك السيدة كانت اشترطات عليه يجيب السلعة ويخدم، وملي كمل عاد تكمل ليه فلوسه، حيت هي عيات من ديك طح حراميات ديال المعلمية. وحيت هو كيعرف راجلها اللي عنده سمعة زينة في الحومة ومعروف غير من جامع الدار ومن دار الخدمة، فهو قبل هذاك الشرط وقال ما كاين باس، هادو راهم غير جيراني، وخدم ليها كل داكشي اللي طلبات. وفي النهار الاخر ديال الخدمة وملي سالا لها الشغل ديالها، جلسات مع هذيك السيدة السعدية وحطات الصينية وحطات معها شي حليوات، وقالت ليه باللي ما عندها ما تسالو، خدمته تبارك الله زوينة ومتقونة. وشربوا اتاي وبداو كيتحاسبوا. قال هاد السي سعيد كيقول للسيد عميد، قال ليه باللي لقيت باقي عندها تقريبا شي 1,500,000 يعني 15,000 درهم. وهنا تبسمات السيدة السعدية وقالت لي، شوف ولدي السي سعيد، انت شفتي دارنا وعرفتينا كيف دايرين وعرفتينا كيفاش عايشين، وبلا شك شفتي بنتي نهيلة، وراه هي اللي عندي بطبيعة الحال هذاك الولد اللي كيجي مرة عندنا، ولكن هو باه بوحدو، حيت انا مطلقة من باه شي 20 عام هادي، والدري كيعيش بيناتنا مرة عندي ومرة عنده، ولكن مع راجلي اللي شفتيه معنا هنا في الدار واللي سميتو السي علال، راه عندي غير هذيك البنت. والدار كيف شفتي تبارك الله كبيرة، ها السفلي وثلاثة ديال الطوابق عاد السطح وكلهم خاويين، ما عدا السفلي اللي عاملينو كراجات وكاريينهم. وانت تبارك الله عجبتينا ودخلتي لقلوبنا، تبارك الله عليك، شاب مخلق بصنعتك تبارك الله، وكتصور رزقك حلال. بصراحة ما غانيش نلقاو بحالك عريس لبنتنا نهيلة، راه قال لك خطب لبنتك حسن ما تخطب لولدك. يلا واش بالك، واش نديرو يدينا في يديك ونتوكلوا على الله؟ الشاب سعيد مرخام قال السيد العميد، انا ملي سمعت هذا الكلام فرح قلبي بزاف، حيت حتى انا لاحظت باللي بنتهم شابه تبارك الله زوينه ومعقوله، وماشي من داك النوع اللي كيطير من المقله. واللي زاد شجعني كتر هو السيره ديال الاب ديالها اللي معروف عليه المعقول بزاف، ولو ان الشخصيه ديالو ضعيفه قدام مراته، حيت انا لاحظت باللي هي مولات الري والشوار والكلمه الاولى والاخرى. ولاحظت باللي خلال ديك المده كامله اللي خدمت عندهم، يلا كان مسكين كيقول لي السلام عليكم او الله يعاونك ولدي، ما عمرو ما جلس سولني اش كندير ولا امتى غنكمل الخدمه ولا علاش ولا كيفاش. ثانيا هذيك البنت ديالهم نهيله الا كانت من نصيبي في الحلال، ما عندها لا خوت لا خواتات، يعني تا هي بحالي، وغادي نعيشوا في سعاده وهناء. وداك الشيء علاش وافقت على كلام السيده السعديه، وقرينا الفاتحه بيناتنا هذيك الساعه، ووعدتهم باللي من دابا شي 3 أو 4 شهور ممكن نجيب الاهل ديالي ونديروا رسميا العرس. واقترحت على السيده سعيده باش تعتبر هذيك 15,000 درهم صداق لبنتها نهيله. وهذا الكلام راه كانت حاضره ليه بنتها نهيله، واللي حتى هي بانت عليها الفرحه والسعاده بهذا القرار. ومن تما وليت ديما كنجي عندهم، الا ما جيت في الغدا كنجي في العشاء، وديما فين ما جيت كنجي معايا نتوما موالين الخير، هادي لحم هادي حوت هادي ديسير هادي كادو هذا تويب هادي ريحه. وكل مره كنجي ما عمري جيت بيدي يا خاويين، ما عمرني عاوتاني ما نفارت بخطيبتي ولا عمرنا خرجنا بوحدنا. ولكن السيده السعديه بدات مره كتحسسني باللي انا انسان غير مرغوب فيه. وفي الايام الاخرى قالتها لي هكاك صراحه مباشره، قالت لي باش ما نبقى نوصلهم حتى نكتبوا العقد ونديروا العرس. ويالله بغيت نحاول، علاش هاد التغيير في تصرفاتها بغيت نحاول نعرف. دغيا دارت فيا وبلا سبه تخاصمت معايا وبدات كتخسر معايا في الهضره. وملي قلت ليها حشومه تصرف معايا بهاد الطريقه حيت راني محسوب بحال نسيبها وعاطيها صداق بنتها، هنا دارت فيا دورة الزمان وقلبات عليا وجهها، وقالت لي بلا حشمه باللي هي ما قابطه من عندي حتى حاجه،
وبلي دوك 2 فرانك اللي باقيين ليها عندها مستعدت له حمليه ملي تخلص زوجها في اخر الشهر. وملي حاولت نتناقش معاها قالت لي باللي هي سالات كلامها، وإلا كان انا عندي ما نقول نمشي نقولوا للمخزن، وهو اللي ممكن يفصل بيناتنا. واشتعيت ومشيت في حالي حتى جيتو عندي نتوما هنايا. وهنا تدخل السيد العميد وسول هاد الشاب سعيد وعلاش ما دارش دعوة بهذيك السيدة واتهمها بالنصب عليه. جاوبو هذاك الشاب سعيد وقال ليه باللي هو مازال على اتصال ببنتها نهيلة وهما متفقين على الزواج، وهو ما باغيش هذيك السيدة اللي ربما ممكن تولي نسيبته وجدات وليداته في المستقبل، ما بغاش يوقف معاه عند المخزن وتبقى بيناتهم هاد الصورة الخيبة. والفلوس ممكن ربي يخلفهم ليه، ولكن في طريق نهيلة ما قدر يدير والو مع الأم ديالها. السيد العميد نفسيا كبر في عينيه هذاك الشاب وتمنى ليه مستقبل سعيد، وقال ليه هو كيضحك والله يكون في عوانك مع هذيك نسيبتك ديال المستقبل. ودازت الايام لا السيدة السعدية تابعت الشكاية ديالها ضد مرخام، ولا سعيد دار شي حاجة حتى هو ضد هذيك اللي تضر هذيك لا السعدية ام خطيبته وحبيبته وزوجته المستقبلية نهيلة. وفي واحد النهار تلاقى بالصدفة هذاك مرخام مع السيد العميد في واحد المقهى، وتما جا سعيد لعند السيد العميد وقال ليه واش ما فراسكش اخر الاخبار؟ راه دارك الملكي لقاو الاب ديال خطيبتي نهيلة السي علال زوج السعدية، راه لقاو مسكين ميت مقتول، لقاو مقتول خارج المدينة ومليوح مغطي بواحد الطلميطة، داك الغطاء تاع السدادر اللي كنديرو فوق من الحايف كنديرو فوق السدادر كيتسمى الطلميطة في بعض الاماكن او في اغلبية الاماكن عندنا في المغرب. قال له راه لقاو مقتول ومليوح مغطي بواحد الطلميطة وفيه واحد ضربة خايبة في الراس ديالو. راه يلاه دوات معايا بنتو بتليفونات الصباح وقالت لي هاد الهضره، وما بقيتش قدرت نخدم وجيت ريحت هنا في القهوات كنشوف هذا المشكل اللي وقع لهاد الناس. هنا السيد العميد تقبل هاد الخبر بالحس ديالو البوليسي، يعني سأل نفسه علاش سعيد قال لي هاد الخبر، وثانيا واش فعلا هاد الكلام صحيح. السيد العميد وبحكم علاقات العمل ديالو اتصل بواحد الصديق من الدرك الملكي وسولوا على داك الكلام اللي قال ليه مرخام سعيد، وبالفعل اكد ليه هذاك الدركي صحة الكلام ديال سعيد، وباللي بالفعل هما لقاو جثة ديال هذاك السيد علال مضروب في راسو بشي حاجة قوية وملفوف ليه على راسو واحد الفوطة، وهو كامل كان مكلكم في واحد الطلميطة جديدة. الدرك الملكي قاموا بالتحقيقات اللازمة، ولكن للأسف ما توصلوا حتى لشي حاجة، رغم بحثهم هنا وهنا 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 ما توصلوش للقاتل او القتلة ديال هذاك السي علال. السي علال اللي كيف قلنا كان انسان طيب متواضع رغم المنصب الكبير اللي كان عنده في الشركة اللي كان خدام فيها، والكل كيشهد ليه بالاستقامة والمعقول والطيبة والتسامح، إضافة أنه إنسان متدين بطبيعة الحال من غير تشدد، وكان إنسان من خدمة للدار ومن دار المسجد، كل صلواته تقريبا كيأديها في المسجد، وحتى واحد ما قال فيه شي كلمة طيحة، كل الناس شهدوا ليه بأنه راجل مزيان، والجميع ترحم عليه الله يرحمه مسكين وياخذ الحق في اللي اعتدى عليه وعلى حياته. ولكن راه غريب بحال هذا الراجل يتلقى مقتول بهذيك الطريقة. ومن طالت مدة تحقيق وما كانت حتى نتيجة، السيد وكيل جلالة الملك خدا القضية من الدرك الملكي وحولها للبوليس، وبالضبط الشرطة القضائية، لا بوليس جوديسيير، لا بيجي. السيد العميد اللي مكلف بهذا الملف طالع على التقارير ديال الدرك الملكي وبدا التحقيق من جديد، وهكذا عاود حقق مع الزوجة ديال المرحوم السيدة السعدية ومع بنتها نهيلة، ومن خلال التحقيق ذكرت السيدة السعدية بأن الشخص الوحيد اللي فايت لهم معه الصداع هو سعيد مرخان، وهكذا تم استدعاء سعيد. ولكن سعيد كانت عنده حجة غياب قوية. ثانيا كل الناس اللي سولوهم عليه على سعيد شهدوا فيه بالخير، وحتى هو ذكر المرحوم غير بالخير وبقى فيه بزاف، وكان باين عليه بأنه متأثر بالموت ديالو،
واللي عطى فيه شهادة قوية فهاد سعيد هي خطيبته نهيلة، اللي قالت عليه بأنه إنسان خلوق جدا، وكان كيحب باباها وكيحتارمه بزاف، وما يمكنش هو اللي قتل لها باباها. البوليس وكإجراء عادي واعتيادي خداو سعيد للمستشفى وعرضوا عليه الجثة ديال السي علال الله يرحمه، وتما وراوه هذيك الفوطه اللي كانت ملفوفه على الراس ديال المرحوم وديك التلميطه اللي كان مديور فيها هو كامل. وهنا كانت المفاجاه، سعيد ما عرفش الفوطه ولكن تعرف على التلميطه، واكد البوليس بان اللي التلميطه ديال الدار ديال السيده السعديه، وقال باللي هو شافها عندها في الصالون ديال دارها. وهنا البوليس انتبهوا باللي هما ما وراوش هذيك التلميطه للبنت ديال المرحوم، حيت كانت قالت لهم باللي هي ما تقدرش تشوف الاب ديالها هو مضروب في راسو كيف قالوا ليها. ولكن دابا ولا من ضروري باش يسولوها على التلميطه وحتى على الفوطه. وبالفعل ملي عرضوهم عليها قالت لهم باللي هما كيشبهوا الفوطه ديالهم، وكيشبهوا كذلك دوك التلميطه كتشبه الطلامط ديالهم. وملي البوليس جابوا السيده السعديه وسولوها قالت لهم نفس كلام بنتها. وملي طلبوا منها توريهم الطلامط اللي عندها بحال هذيك التلميطه ارتبكات، وقالت لهم بلي هي عطاتهم لواحد السيده من هذوك السعايه اللي كيدوروا في الزناقي وكيسعاو. وهنا عاود سولها البوليس على الناس اللي كيجوا عندهم للدار من غير سعيد. السيده السعديه قالت لهم باللي كيجي عندها ولدها من راجل الاخر اللي مطلقه منه. والبوليس كاجراء احتياطي خلاو السعديه عندهم، ومشاو كيسولوا عليها الجيران والناس اللي قرابين للسكن ديالها. وتما عرفوا باللي كيجي عندها ماشي غير ولدها، كيجي عندها واحد السيد عنده واحد الشاحنه يعني كاميون، واللي كتقول لا هي ولا هو كيقولوا باللي هما ولاد الخالات. السيد مول الكاميون كيجيب الشاحنه ديالو وكيخليها قدام الدار بالليل، وفي بعض المرات كيشوفوه الناس كيدخل عندهم للدار. وملي البوليس سولوها على هذا الامر ما نكراتش، وقالت لهم باللي هو ولد خالتها وكيجي مرة عندهم، وفي بعض المرات ملي كيكون الجو بارد كيعرضوا عليه يبات عندهم في الدار، ولكن اغلبيه الوقت كيبات في الكاميون ديالو حيت عنده فيه بلاصه ديال الناس. وهي في هذيك الحالات ملي كيبات هو في الكاميون يلا كتخرج ليه عشاه وكيبقى يبات تما. مول الشاحنه من جهته ملي جابوه البوليس كيقول باللي هو بالفعل كيجي عندهم بعض المرات، ولكن كيفضل يبقى في الشاحنه ديالو حيت هو مبلي بالخمر، وكيحتارم المرحوم السي علال وما يبغيش يشم فيه ريحه الخمر، وداك الشيء علاش كيبقى في الكاميو ديالو كيشرب تماك. وهنا تدخل واحد الضابط وسولو على اسم الام ديالو، وملي جاوب سولو بنفس السرعه على اسم الخاله ديالو اللي هي ام السعديه. هنا الشيفور تلف ليه الحساب، ومع ضغط المحققين اللي لاحظوا الارتباك ديالو اعترف باللي هو فقط عشيق ديال هذيك السعديه، وما هي لا بنت خالته ولا بنت عمته. وقال باللي هي اللي تسلطات عليه وزعماته باش يبقى يجي عندها للدار، وقال لهم باللي هو ليلة هذيك الليلة ديال مقتل السي علان كان كيشرب في الكاميون ديالو في واحد القرعة ديال الويسكي كان جابها معاه. وفي نص الليل مع ديك الوحدة ديال الليل جات عنده السعدية كيف موالفة، ولكن هاد المرة جلسات واحد شوية وهي تطلب منه يكب لها شي كاس باش تسكر معاه. هو رفض، ولكن هي تحت الإلحاح ديالها كب ليها وشربات كاس وجوج وثلاثة، واحد شوية سكرات وولات كتهضر بصوت عالي، وولات غير كتضحك، والضحك ديالها مع الليل كيتسمع مجهد. وهنا هو طلب منها باش تمشي تنعس قبل ما تفضحهم مع الجيران، وبزز باش نزلت ليه من الكاميون، وكانت غادية وهي كتغني بصوت مسموع وباينة سكرانة. وبقى هو في الشاحنة كيكمل شرابه، ولكن من بعد شي نص ساعة أو 40 دقيقة خرج عنده ولدها وطلب منه يتكلم لها بسرعة. وهنا نزل هو وتبع الولد وطلع عندها هو وياه لبيت الناس، وتما لقى المصيبة، لقاها قتلات السي علال، قتلاته بضربة على راسه بواحد الحجرة صامة، واحد كنقول لها حنا المعرض، واللي كان كيستعملها المرحوم كتيمومة كان كيتيمم بها. قالت ليه باللي هو فاق بها وهي كتغني وكتضحك غير بوحدها،
وملي شافها في هذيك الحالة وشم فيها ريحة الخمر قال لها بلي هو صافي تقاضى صبروا معاها، وباللي الصباح إن شاء الله غادي يدير معاها شي حل عند المخزن ملي ولات كتسكر وتجيب ليه عشيقة حتى للدار. وقال لها باللي هو عارف علاقتها بالشيفور مول الكاميو، وقالت باللي هي ملي سمعت هذا الكلام خافت وطلع ليها الدم في نفس الوقت، وما شعرات حتى هزات هذيك التمومة ونزلت ليه على راسو. ومع كان هو جالس وهي واقفة كانت ضربة قوية وقاتلة. ومن بعد نزلات وعيطات للابن ديالها اللي كان بيت عندها هذيك الليلة، وطلبات منه باش يخرج ينادي على الشيفور ويجوا بجوجهم يساعدوها باش يهزوه ويديروه في الشاحنة، ومن بعد يرموه في شي خلا ولا في شي بلاصة بعيدة. وداك الشي اللي وقع داروه في واحد التلميطة من الدار ولفوا ليه راسو في الفوطة باش يحبسوا الدم باش ما يسقطش في الأرض، وخداه السائق ديال الكاميو لواحد مكان بعيد شوية على المدينة وتما رماه. ومن بعد اكتشفت الجثة ديالو. البوليس استمعوا كذلك لولدها واللي أكد نفس كلام الشيفور، وملي واجهوا السعدية بهاد الاعترافات كاملة ما نكراتش واعترفات بدورها بكل منسوب لها، وقالت باللي هي ما عمرها ما كانت عندها النية ديال القتل ديال زوجها السي علال، ولكن دارها بها الكاس الغدار، وكانت أول وآخر مرة شربت فيها الخمر، ولكن بأي ثمن كبير باش تقامت على هاد الشربة ديال الخمر. تنجزات لها المسطرة القانونية ديالها وتعرضات على السادة وكيل جلالة الملك والسيد قاضي التحقيق، وتقدمات للمحكمة واللي حكمت عليها بالمؤبد وعلى السائق ب20 سنة، لأنه قام بإخفاء الجثة، تضليل العدالة، واستعمال ناقلة لرمي الجثة. وتحكم على الابن ديالها ب15 سنة للمساعدة وتضليل العدالة. حتى لهنا كتنتهي قصتنا. نتمنى من الله تكون فيها بعض العبار والدروس لينا كاملين، وحتى نتلاقاو مرة أخرى كنقول لكم تهلاو الحباب.